بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: أسيوط المحروسة في عصورها القديمة، للأستاذ الدكتور جلال أحمد أبو بكر بجامعة المنيا. هذا هو الكتاب القيم الذي أصدره هذا المؤرخ الخلوق الذي أعرفه منذ أكثر من 30 عاما. كل من تعامل مع هذا المؤلف أدرك أنه قام وقيمة علمية، وألف مؤلفات عديدة مثل الفنون القبطية، دراسات بالحضارة المصرية، فنون صورة فرعونية، مناهج البحث في التاريخ، متاحف الآثار، عقائد البحث والخلود، الأعداد في محكم الآيات والحضارات، النقوش الجدارية، الآثار الحضارية الكبرى في العالم، علم الآثار، الأصول التاريخية للفنون التعبيرية، قدس في عصورها القديمة، الطفولة والحضارة، حقوق الإنسان في مصر الفرعونية. فأن يهتم بأسيوط عاصمة صعيد مصر هذا شيء رائع وليس بغريب على المؤلف الفاضل، وصدر كتابه في القاهرة عام 2021. والكتاب احتوى على عناصر عديدة، وفرصة أن أقدمه لحضرات المشاهدين. بحث في عدة فصول، فهناك الفصل الأول الأنظمة السياسية والإدارية، الفصل الثاني الديانة والمعتقدات، الفصل الثالث النظام الاقتصادي، الفصل الرابع مجتمع أسيوط، الفصل الخامس التقسيمات الإدارية، ثم تناول مصادر البحث والهوامش. ووقع الكتاب المذكور في 262 صفحة، وزوده الزميل الفاضل بملاحق خاصة بالصور. أشيد بهذا المؤلف وأشيد بهذا الكتاب، وأن يتذكر أسيوط هذه البقعة الرائعة عاصمة صعيد مصر التي ولدت فيها. هذا شيء رائع. أسيوط تحتل مكانة كبيرة للغاية، وأعلام أسيوط ما أكثرهم بالمئات، دون أن نتعصب لبقعة معينة من أرض مصر. كل مصر جميلة. ففعلا تحية تقدير للصديق العزيز الأستاذ دكتور جلال أبو بكر، الإنسان الخلوق والعالم الفاضل. شكرا جزيلا.